السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. مع بعض النهاردة هنعمل احلى طبق كشري، هنعمله بطريقة سهلة جدا بمقادير ان شاء الله تكون متوفرة عندكم في البيت. حاجة كده سهلة وسريعة، وكمان طعمه بيطلع هايل وداعا كده لشراء الكشري من بره. في بعض التكات كده هنشوفها اثناء الفيديو يطلع معاك الكشري احلى من بتاع بره، كمان بيطلع معانا يا جماعة تحفة. حلو جدا، طالع معانا هايل. شكله في النهاية بيفتح النفس معانا خالص، وبيبقى والله ولا أحلى من كده. إن شاء الله تجربوه كده بنفس الطريقة ويطلع معكم أحسن من كده بكتير. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة بيكون معانا عدس بجبة عادي جدا، غسلينه كويس ونقعينه حوالي ساعتين. ومعانا كمان حمص برضو غسلينه كويس جدا ونقعينه برضو حوالي يجي 3-4 ساعات. بنبتدي بقى بعد ما نقعناهم شطفناهم كويس، وبعد كده حطينا عليهم مية وحطيناهم على النار. بالنسبة للحمص حطينا حوالي قرن فلفل كده حامي، قسمناه بالنص، ممكن تستغنى عنه. وكمان حطينا معلقة من الصلصة. سيبنا كل بقى الحمص كده يغلي معانا، ودخلنا على البصل كده حطينا زيت. طبعا الزيت بيفور قوي معاكي كده، وهدي عليه النار على طول. قطعنا كده بصل جوانح، وبعد كده حطينا عليه معلقة من الملح، ونزلناه في زيت غزير زي ما انتم شايفين. انا بحطه في حلة عشان خاطر الزيت يكون كتير. وكمان العدس بتاعنا شغال معانا اهو، ما بياخدش خالص 10 دقايق معانا. العدس بيستوي بمنتهى السهولة بسرعة جدا. بعد بقى ما العدس استوى معانا، ما تهرهوش يا جماعة، هي ما بياخدش 10 دقايق. بعد ما بتنقعيه ما بياخدش وقت خالص في السوا. دي تكة بقى يا جماعة بتطلع لك العدس تحفة. بيبقى لونه كده اللون اللي انت بتشوفيه في المحلات، لون العدس اللي بتشوفيه في المحلات. فبتمسكي الصينيه بتسخنيها كويس، وتنزلي بالعدس وتقلبي فيه كده على نار متوسطه لحد ما هتلاقي لونه بقى لون البهتان شويه كده. في الوقت ده حطينا بقى معلقه من الكمون صغيره، وكمان معلقه من الدقه. رشينا شويه دقه كده، لو مفيش دقه عندكم يبقى حطوا شويه ملح، بس اظن مفيش بيت مصري ما فيهوش الدقه دي. شايفين يا جماعة لون العدس ابتدى يبقى زي لون المحلات بالظبط. اعملوا التكة ده تفرق معاكم قوي قوي في طبق الكشري. هايل. نرجع للبصلة بتاعتنا، دخلت خلاص اهي على السوا، تطلع معانا مقرمشة ولونها تحفة. اهم حاجة يا جماعة ما تزودوش عليها السوا. بعد ما هتستوي معانا بقى على مصفى على طول، وهنصفي التقلية. شايفين حلوة هايلة جدا. في الوقت ده على طول نحط مية على النار عشان نسلق بقى المكرونة. يبقى عملنا التقلية، وعملنا العدس، وكمان عملنا الحمص. معانا بقى اي مكرونة تحبيها في الكشري، ما ترتبطيش بمكرونة معينة. انا حطيت طبعا هي الاسباجيتي، وبحط اللي هي المكرونة الرفيعة اللي هي الخواتم بس الصغيرة. وطبعا صلصتنا انا ببقى عامله عامه الصلصه ومحتفظه بقى في الفريزر. بتحطي مثلا حوالي 3 معالق زيت كبار كده او 4 معالق، وتحطي بصلايه تحمري معانا. ممكن تنزلي بفص توم صغير كده، وتقلبي برضو لما البصله تكون داخله خلاص اصفرت معانا. وبعد كده بتطشيها بحبه خل قليلين، تحطي شويه كزبره طبعا ناشفه. وبعد كده تنزلي بلتر مثلا من عصير الطماطم، وتسيبيها لحد ما تتسبك، وتلاقي كده الزيت ظهر على وش الصلصه كده، تبقى جاهزه معانا وتمام. عدسنا خلص زي الفل، وكمان التقليه والمكرونه بتاعتنا على النار، كل حاجه معانا بقت الحمد لله.
ونزلنا كمان بالمكرونة الرفيعة. مجرد بقى ما هتستوي معانا هنصفيها ونحط على وشها كده كمان نقلبها نفرفرها كده بمعلقتين من الزيت. عملنا كمان الشطة معانا، عملنا ايه بس معرفش فين مقطع الشطة. حطينا كده معلقتين زيت على النار وحطيت عليهم معلقتين من الشطة كده، يا دوبك سخنوا معايا شوية كده غليوا معايا، ونزلت عليهم بمعلقتين من الصلصة وشوية مية وتبقى جاهزة معانا وزي الفل. وقطعت عليها ايه طماطم صغيرة. في الوقت ده بقى هننزل حطينا بقى المكرونة وحطينا العدس، وننزل كمان بالصلصة والشطة، وهنحط التقلية ونظبط بقى طبق الكشري بتاعنا. لو وصلتوا معانا لحد كده بقى ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. اهم حاجة يا جماعة انك تدوسوا على اللايك، وهتلاقوا كلمة كده مكتوب عليها اشتراك باللون الأحمر تدوسي عليها يجيلك 3 كلمات منهم كلمة الكل، تدوسي على الكل عشان أي فيديو أنا بعمله وبنزله يعني يجيلكم على طول، يجيلكم إشعار بيه إن أنا نزلت فيديو جديد. والتقلية طالعة معانا هايلة تحفة يا جماعة. أحلى طبق كشري ده ولا إيه؟ حلو جدا ولا احلى من كده. تقدري تحطي ليمون عليه او بتحبي الدقه، انا بكتفي ممكن نعصر عليه ايه عصره ليمونه كده. وبكده خلصت وصفتنا. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.